جماعه هو انتوا في وقت كده في اوقات الماتش حسيتوا ان انتوا جالكوا ضيق تنفس، او حسيت ان انت قلبك ما بيدقش، يعني نبضات قلبك بطئت كده حسيت ببطء. بس انا جه عليا وقت في الماتش كده من كتر ما اللعيبه يعني الاساسيات بتاع الكوره مش عارفين يعملوها. الاساسيات هما بيباصوا بس بلا هدف. بنباصي بلا هدف، بنلعب الكره الطوليه بلا هدف، بنلعب الكورنرات بلا هدف. مفيش اي هدف في الماتش النهارده. حتى مش حط يعني في كره بتاعت كريم الدبيس اللي في اخر الشوط الاولاني اللي دي كانت كفيله ان هي تخلص لك الماتش تمام، يعني او على الاقل كنت هتبقى كسبان، يعني على الاقل كنت هتبقى كسبان 2-1. دي كره مستريحه قوي، الكره اللي كريم بيستلمها بيوقفها كده ما علينا. يعني في وقت من اوقات المباراه حسيت ان احنا مش منتشرين، فاهم؟ يعني انا لقيت رامي ربيعه هناك بيهاجم وورا مساحات شوارع، ورا انفرادات، انفرادات رايحه، انفرادات كور. لقيت محمد فخري بيهاجم. محمد فخري طبعا انتوا فاكرين محمد فخري طبعا اسوأ حاجه في الماتش النهارده هي كوره زهير. انا شوف انا سمعت اسم زهير المترجي انا قلت هو ولا ده تشابه اسماء بس عشان ابقى هو، فطلع هو فعلا وعملها بالكربون، بالكربون. ما شاء الله المدافعين بتوعنا، يعني اللاعب استلم وفكر وبص وصوب ومحدش. رامي ربيعه عايز ابوه النبي يا كابتن استنى وحياه ابوك استنى ما تشوطش، وقال لسه استنى جاي من بعيد. اقسم لك بالله مش قصه شناوي. انت لو جبت حارس مرمى اعظم حارس مرمى في العالم وقفته قدام المدافعين دول هيبقى اسوأ حارس مرمى في العالم. زي ما قلت لك محمد عبد المنعم اللي كان مداري عيوب العيال دي محمد عبد المنعم اللي كان مداري عيوبها تمام. فحسيت ان مفيش انتشار، مفيش تكتيك، مفيش فكر، مفيش اي حاجه، مفيش جمله. يعني هي مفيش غير جمله واحده كان متفق عليها محمد هاني يعني وحسين الشحات متفقين على ما بتكملش. ده محمد هاني بيعطل فجاه، تلاقيه حتى نفسي اشوف لمحمد هاني مره اللي هو حاجه من ريحه الشيبي كده. عارف انت الواد الشيبي ده اقسم بالله مستحلف لنا الماتش الجاي ده. بصوا ده اقسم بالله مرقد لنا، ده مرقد لنا تمام. اللي هو انت نفسي اشوف اوفر لمحمد هاني او مثلا اي حاجه من ريحه الباك رايت. مفيش. عمر كمال كان بيظهر على فترات متباعده جدا، فترات متباعده جدا. فاركو راحوا عليك بهجمه واحده اللي هي في الشوط الاول اللي زهير المترجي جاب منها جول. في الشوط الثاني بدات تضغط بس ضغط بلا هدف. عمر الساعي النهارده كان سيء جدا. يعني فضلنا نقول عمر الساعي يلعب، عمر الساعي النهارده بدا اساسي مفيش، ما كانش مركز نهائي، خد كارت اصفر في اول الماتش في اول الشوط الاول. يعني حاجات غريبه بتحصل النهارده. انا معاك، انا دلوقتي طبعا في ناس هيطلعوا يقولوا لي قبضتي وده السكريبت وما اعرفش ايه، مش مهم، يا ريت يقبضوني بجد، انا عايزه اقبض، قبضوني يا جماعه. بعيدا عن فكره ان انت محتاج صفقات، دي لعيبتك، اللعيبه دي دكتك، يعني دي اللعيبه اللي انت غالبا هتحتاجهم في الموسم، يعني غالبا انت هتحتاجهم، لان انت حتى لو جبت صفقتين ثلاثه معرض ان هم يتصابوا. انت عندك الاجانب بتوعك كلهم مصابين. احنا لو عاملين النادي ده بفلوس ايتام مش هيحصل فينا كده، بفلوس يتامى مش هيحصل فينا كده، مش هيحصل فينا كده. يعني انت وارد ان انت تجيب 3 صفقات سوبر ويتصابوا عادي ما تلاقيش، فانت مضطر ان انت تلعب. دي اللعيبه اللي لابسين تيشيرتك، لابسين تيشيرتك وبيقبضوا ملايين. انتوا بتعملوا ايه؟ بعيدا عن ان احنا محتاجين صفقات والاداره مقصره ولازم صفقات ولازم صفقات ولازم صفقات وغالبا الشهر بيخلص وما فيش صفقات، انا معاكم. بس دي لعيبتي اللي لابسين تيشيرت النادي الاهلي، دي اللعيبه اللي انا هعتمد عليهم اكيد في وقت من الاوقات بسبب ضغط الماتشات. دول هحتاجهم. خالد عبد الفتاح، كريم ندفد، السوليه، قفشه، عمر الساعي، كلهم. ما عندكش غير ياسر ابراهيم ورامي ربيعه بس. محمد هاني وعمر كمال باكيه. محمد اكرم توفيق النهارده بيتمخطر، اقسم بالله بيتمخطر، شلني. حسيت ان انا يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتتصرف كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ لو قصد يخسرنا الكور كانت بتتقطع منه وكان بيباصي غلط، بيباصي لعيبه فاركو. اقسم بالله لو يا ريت يعملوا جايزه مان اوف ذا ماتش وجايزه اسوأ لاعب في الماتش كانت هتروح لاكرم توفيق. حسين الشحات اللي ما بقاش بيعرف يعمل حاجه غير انه بيهوش بيعمل فنتات وبيهوش بس. لا بقى بيعرف يضم سرعته اللي كان متميز فيها، مهاراته، بيرقص بواحد على واحد، لو في 2 حسين الشحات ممكن يعدي منهم ويقطم ويلعب ويشوط، مفيش، ما خلاص ميح. امام عاشور المفروض ان هو شويت النهارده، مفيش. قفشه المفروض يشوط، مفيش اي حد يا ابني شوط، حد مفيش. طب ما دول يا جماعه انت بتتكلم في ايه النهارده؟ انت بتتكلم ان انت السكواد اللي انت بدات بيه النهارده ده
انت عايز ايه عليهم؟ يعني وسام ابو علي غايب كده كده مريحه عشان ماتش بيراميدز الماتش الجاي. يعني هو كان عايز النهارده بيفكر في ماتش بيراميدز اللي هو غالبا انت كده كده من دلوقتي بتقول انا شايل 3. تمام؟ ليه انت بتتكلم في ايه؟ ده مفيش. ده عندهم ابراهيم عادل ومصطفى فتحي ونجين وفيستون مايلي، ده غير ابراهيم الشيبي، ده غير الشيبي ومهند لاشين ووليد الكارتي بقى، وفي خط النص بقى حدث ولا حرج. مفيش تكافؤ فرص حضرتك كده، مفيش تكافؤ فرص. فيا جماعه مع احترامي للناس طبعا اللي بتقول ان المدرب مش مقصر، تمام، وده تقصير اداره، انا معاك، الاداره مقصره في حق الراجل ده، والراجل ده يستاهل ان هو يجيله صفقات، بس انت معرض ان انت تتحط في الموقف ده. فانت حضرتك لما تتحط في الموقف ده انت لازم تعدي بالفرقه دي. احنا بقالنا كام ماتش بنتعادل وبنخسر بطريقه غريبه، بطريقه انت ذات نفسك فوق ما انت بتقول الاداره مقصره بتقول، بس المدرب برضو يا جماعه فين الجمل؟ فين الفنيات؟ فين الحاجات اللي اللعيبه نازله متدربه عليها؟ فين الحاجات اللي اللعيبه نازله متدربه عليها؟ دول مش متدربين على اي حاجه النهارده، مفيش ولا جمله اللعيبه دي متدربه عليها النهارده. معلش بقى، بص خش بقى قول اللي انت عايزه، مفيش ولا جمله اللعيبه دي متدربه عليها النهارده، مفيش ولا حاجه يا جماعه. في الماتشات المتقفله احنا هنعمل كذا، مفيش يا جماعه. لو خسرنا هنعمل كذا، مفيش. كل بمجهود، اللي هيجيب جون، اللي هيجيب جون يبقى فعلا هو ذكر ومكتوب في بطاقته ذكر كده. انت بتلعب النهارده ايه؟ انت بتلعب بحسين الشحات وامام عاشور مهاجم وهمي، ومفيش مهاجم. هو احنا كنا فعلا بنلعب بمهاجم وهمي؟ مفيش مهاجم اصلا. حسين الشحات ايه اللي انت هتعتمد عليه اصلا في انه يضم مفيش. امام عاشور ايه حضرتك؟ امام عاشور اصلا بيلعب في مكان مش في مكانه. هو يعني انا لو انا هقول مين كان احسن حد في ماتش النهارده، مفيش حد كان لامع قوي النهارده. امام عاشور كده كده شايل الفريق بقاله 6-7 ماتشات. امام عاشور بيلعب لوحده لحد ما هيتصاب كده كده. الفتره الجايه امام عاشور هيجيله اصابه عضليه كده كده بسبب اللي هو بيعمله. مفيش يا جماعه. المدرب هنا ليه دور، لازم يكون لازم حضرتك تثبت ان انت مدرب كويس، ان انت بالقماشه اللي معاك المتاحه ليك تطلع منها احسن حاجه. القماشه اللي معاك تطلع منها احسن حاجه. امال ايه؟ مش دي اللعيبه اللي بتتدرب تحت ايدك؟ مش دول كلهم بيتدربوا تحت ايدك؟ ولا هم معلش دول عشان صغيرين بتدربوا مع مدرب تاني؟ ولا هم عشان دكه بتدربوا مع مدرب تاني؟ ما هو سكواد اساسي بدكه بتدربوا تحت ايدك. فين بقى اللعيبه دي متدربه عليه؟ اصل ما هي دكه لازم تكون بنفس الفريق اللي بيلعب اساسي، لازم يكون عندك دكه زي نفس الفريق اللي بيلعب اللاعب اللي بيلعب اساسي. النهارده ما كانش فيه لا جمل، لا فنيات، لا تكتيك، لا اي حاجه خالص. فاركو كان يستاهل ان هو يطلع كسبان النهارده من الماتش، كان يستاهل ان هو يطلع كسبان النهارده من الماتش، لان انت ما عملتش اي حاجه صح في الكوره النهارده. الاداره لازم تشوف حل في حوار الصفقات، المدرب لازم يحاول يلعب باللعيبه المتاحه ليه. انت النهارده بتلعب فاركو، اقل لاعب في فريقك احسن من احسن لاعب في فاركو، اقل لاعب في فريقك قيمته التسويقيه اعلى من اعلى لاعب في فاركو. مش هقول حاجه اكتر من كده. طبعا الاداره مسؤوله عن ان هي ما جابتش للمدرب الصفقات، لان دي هو اللي بيطلع يتكلم فيه طول الوقت الصفقات. بس اعتقد لو المدرب حتى فضل بنفس اللي هو ما بقاش عنده جديد يقدمه، ما بقاش عنده تطور، ما بقاش عنده كرييتيف شويه في الافكار، هنفضل كده. وحتى لو جه صفقات جديده هنفضل كده. وافتكروا كلامي يقولوا ريهام قالت، لان المدرب ما بقاش عنده جديد يقدمه. والله المستعان. في الفتره الجايه نشوف ايه اللي هيحصل. ماتشنا الجاي مع بيراميدز غالبا ماتش الصداره، الله اعلم ايه اللي هيحصل في الماتش دون. بس زي ما قلت لك سكواد يا جماعه كامل مكمل، مدرب رهيب اللي بيدرب فريق بيراميدز، فالله المستعان معانا الماتشات الجايه وربنا يستر. واتمنى ان اللعيبه بالمدرب يحاولوا يطوروا من امكانياتهم شويه على قد ما يقدروا، لان انت بتنافس بيراميدز منافسه شرسه على الدوري السنه دي. دوري الابطال بيراميدز برضو موجود معانا في ربع النهائي، مش هنلعبه اكيد بعيدنا عن مواجهته، بس انت هتلاعب برضو فرق كبيره وفرق صعبه جدا، فلازم يشوفوا حل في الحوار ده. ولازم المدرب يبقى شويه كرييتيف شويه، وفي جمل وفي فنيات احسن من كده واعلى من كده، وان شاء الله خير.